سلام سلام، إن شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم بوصفة جاتو الثومة وجميع أسرار نتاعها. هذا هو الشكل تاع الثومة تاعنا بعد ما نقسموها. هنا عندي جينواز، تقدروا تستعملوا جينواز طيبوا في الدار ولا تستعملوا مادلين جاهز. زدت لها كيلة تاع مكسرات، أي نوع تفضلوه ومتوفر عندكم. هنا كنت ضفت لها كمية من شوكولا مرجان وعجنتها بكريمة الزبدة. هنا نتحصلوا على عجينة نقدروا نشكلوها، ما لازمش تكون جارية بزاف وما تكونش يابسة. هنا حشيتها بشوكولا. الشوكولا تقدروا ديروا أي نوع عندكم، أنا عندي متوفر المرجان. نشكلوها كوريات. هنا الحشوة كانت عندي 22 غرام. بعد ما نشكلوها كوريات ندخلوها للمجمد تجمد باش تسهل علينا العملية نتاع تشكيل الثومة. هنا عندي كيلو لوز بودرة، ضفت لها 700 غرام سكر بودرة. نخلطو كل شي مع بعضها. أنا كنت عاودت طحنت السكر واللوز مع بعضها، وهنا عاودت هربلتو مليح. هنا عندي ملعقة كبيرة غلوكوز مع ملعقة كبيرة زبدة. هنا عندنا الغلوكوز يخدم كمادة حافظة باش الجاتو تاعنا ما يتعفنش. هنا نلموها بالشربات، تقدروا تضيفوا ملون ابيض، انا هنا ما ضفتش ملون ابيض. نموها بالشربات، انا هنا نخدم الشربات اللي نستعملوها في الفواكه وجميع الفاكهة التقليدية تاعنا. هنا كنت كيلت 2 كيسان سكر مع كاس ماء ونطيبهم على نار هادية. بعد ما يطيبوا نضيفوا لهم كيلة فوندو مع كيلة غلوكوز. هنا أنا ما نعجنهاش بما الزهر والله ما سعيدة. وهذه هي شكل العجينة تاع الثومة تاعنا. لازم ما تكونش جارية، وإذا كان جارية لازم نضيفوا لها اللوز بودرة. نخليوها ترتاح
ونفتحو العجينة تاعنا ونحشوها بالكريات اللي كنا درناهم في المجمد. هنا تكون عندي الحبة كاملة وزنها من 40 غرام ل 45 غرام. هنا تقدروا تشكلوها بطريقة تقليدية، تقدروا ديروها كما درت انا هنايا. هنا كان عندي 2 بروت اللي غسلتهم مليح ونشكلو به الثومة تاعنا. ما نضغطوش بزاف باش الحبة تاعنا ما تفزدناش. وسمحوا لي الشربات كي نديروها لازم نخلوها تبات ليلة كاملة، ما نقدروش نهجنو بها وهي سخونة. وهذا هو شكل الثومة تاعنا، تقدروا تزينوها كيما حبيتوا. نتمنى فيديو اليوم يكون عجبكم وتبقوا على خير.